في حاجات بفهمها لكم بقى. ايه هي؟ لو حبيبك او جوزك عمل الكام حاجه دول وهو كان بيعمل عكسها، تعرف ان الشخص ده عاوز يبعد عنك. اول حاجه بيتجاهلك، وهو الاول ما كانش بيتجاهل. تاني حاجه لما يرد عليكي بسرعه زمان ودلوقتي بقى يتقل قوي، بيتجاهلك. لو كان قالك يومه قبل كده بيبقى ازاي ودلوقتي ما بيقولكيش، بيتجاهلك. لما يرد عليكي فتره كبيره، يعني لما تيجي ترن عليه وما بيردش عليكي وبيرد بعد فتره، بيتجاهلك. لو كان بيرجع من الشغل بيقول لك حاله كله، ولما يرجع دلوقتي بيقعد وما بيقولكيش، بيتجاهلك. لما تبعتي رساله الصبح صبح عليه الصبح لما يروح الشغل، وكان بيرد عليها في الاول ودلوقتي ما بيردش، بيتجاهلك. لما يسمعلكيش وكان الاول بيسمعلك، يبقى يتجاهلك. لما تطلبي حاجه منه وكان زمان بيجيبها بسرعه ودلوقتي ما بيجيبهاش، بيتجاهلك. لما بتقولي له على حاجه بابا وماما وكان الاول بيعملها بسرعه ودلوقتي ما بيعملهاش، بيتجاهلك. وفي حاجات كتير، بس يا ريت تخلي بالكم من الحاجات دي كويس. شوف التجاهل بيجي من ايه وصلحيه احسن لك، عشان تجاهل مع قله احساس، صدقيني والله ممكن تفصلوا من بعض نهائي نهائي نهائي. احلى مسا عليكم.